هلا وهلا ويا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين. نبدي بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي هنا شفت الثلاجة صايرة هوسة ما مرتبة، شي فوق شي، قلت ما يرادها بعد، خليني اقوم. قمت هاي صورت لكم قبل وبعد، نظفتها وغسلتها ورتبتها ورجعت راويتها لكم. هاي هنا الأبر مالت رجلي مال السكر، مال هاي الأقلام. إن شاء الله يا رب يشافي ويعافي بجاه أبو عبد الله كل واحد مريض بالسكر بالضغط بأمراض المزمنة، يكفيكم إن شاء الله الشر. هاي هنا جابوا لي مسواق وظليت أعزل بيه. غسلت القوجة وبعدين العنب. ما أنا كل ما أغسل شي بعدين أسوي أبديه الماي، بعدين أخلي ماي غيره على مود يصير نظيف، لأن طين وتراب. في شوية أحسن إذا كل ما أغسل شي. هاي هنا أنا ترى هاي مو حركتي أنا مساعة الفيديو لأن هو لأن تراب وغسله مرتين ثلاثة أرد عليه أحسن، لأن شوية واحد هاي فواكه ياكلها كلها تراب كلها. شوف شلون هنا الرقية، غسلت الرقية. وهاي هنا الخوخ غسلته همينة بسلة، خليته أنا أغسلهن وخليهن على السنك لما يوشلن من الماي، بعدين أخليه بالثلاجة. هنا أنا الطرح، احنا نسميه طرح، ناس يسميه عطروزي، بعد ما أعرف كل واحد وله تسميه. احنا هسه انا غسلنا نقع مليح وماي وخليه. هذا التين يا بنات، اخيرا طب التين، والله اصطلينا من الحر استوينا من الحر، يلا اخيرا استوى التين والرطب عشاق التين، احنا نموت على التين. طبعا هاي دجاجتي انا مقاسلتها ومنظفتها، بس خليتها بعدين. هنا أنا سويت لها خلطة مال بهارات، دبس رمان وروبة وبابريكا وسبع بهارات وبهارات دجاج وكركم وهذا ورقار. خليتها قلت لكم هسه خليها تتبل 3 ساعات أو 4، بعدين يلا أشويها. اليوم هي طريقة شوي بالطاوة، هاي على طريقتي طبعا، تطلع طيبة تخبل هيك في الذايبة ذوبها. خليت الطاوة شوية حمت وما بيهدين شوية قليل، لين أنا على مود رجلي مو شي رجلي مريض فمو زين عليه الدهون، فأخاف واحد يقول دوم دوم تطبخون، ليش تطبخون دجاج؟ لأن رجلي ممنوع ما ياكل اللحم، فمن يجينا لو سمك أسوي لو دجاج. أنا خليتها مصة التتبيلة، هاي ترى طالعة شوي من هاي التتبيلة مالتها. هسه من أكمل أخلي البوتيتة والبصل والطماطة وبعدين أضيف عليها التتبيلة مالتها، ما أخلي لها ماي، أخلي بس تتبيلتها وأطبقها وأنص النار عليها. أقل الساعة تستوي، تصير تخبل رايحة هيجي موع ماي موع هاي هنا أنا رفعت الدجاج وخليت جواه الخضروات. هاي هنا أنا خليت عليها طماطة فوق، ما أخلي طماطة هواي أنا لأن ما يحبونها على الدجاج. هاي هنا خليت عليها طماطة لأن ما يحبون جهال الطماطة. هنا سويت تمن بالشعرية، كيلو تمن استوى التمن، ما صورت لكم كله. وهاي هنا استوى عشاي أو غداي هنا استوى الغدا مالتنا. صبيت بالصينية، طلعت الدجاج والصلصة أنا خليت بيها صلصة على مود شنو يحبون هم الصلصة مالتها، ونخلي وياها روبة لأن ما أسوي مرقة بعد. هي وهاي هنا الرطب، جابوا لنا رطب. هنا صارت هاي اللبن هنا يا ابويا، شلون اللبن يخبل، وين عشاق اللبن والرطب خلي يكتبوا لي بالتعليقات
هذا هنا لبن بارد. هاي هناك الغداي علينا وعليكم بألف عافية. هاي هنا الصلصة مالتها. هاي هنا جاي يتعشون وقضينا أكيد ورا قصدي يتغدون يسوي شقد سحقات. هاي هنا ورا الغدا أكيد الماعين بعد يا يغسل الماعين لازم قمت. يلا مبنونة قومي. قمت غسلت الماعين. وأنا ما أعفرهن الماعين للعصر، حتى لو الجو حار ما أخليهن، يلتم علينا الحشرات الدود، فما أحب إني ظل أعسنك بساعة أغسلهن، ما عندنا هواي شوية أغسلهن وأعوفنهن يصفن على الكاونتر على ما أنظف هسه الطباخ. هاي صورت لكم هاي أكيد بعدين من ورا الطبخ والهاي، فطاع عليه شو اسمه دهن، نفط عليه وشوي عليه أنا الصبح طماطة فتدمر. قبل أخلي له شو اسمه نسيته سيليفون، قبل أخلي له سيليفون، بس هسه صار له هواي والله ما خليت له سيليفون، يتدمر الطباخ إذا ما تخلي له سيليفون. بس هاليوم أنا والله عملته، بس أنا أطفني هيك بغير سيليفون. السيليفون أحسن يحميه من الدهن الحرارة، أحسن من شو اسمه من هيجي. هاي هنا أنا ظليت أنظف بيه. هاي هنا ظلنا نفرك، طلعنا العضلات على الأماعين والطباخ، انهلكنا. اي والله كلش الشغل كلش صعب يعني، وخاصة هسه بالصيف الجو حار يعني، والفوق الله يساعدهم الفوق والله العظيم معاناتنا. بالشتاء باردة وبالصيف حارة تسمى الصمت. شو نسوي؟ ما ادري نبكي ما ادري نضحك والله ما نعرف. هاي هنا كملت وجيت للعيون. انا دائما اسوي لهن خلطة واخليني فورا وبعدين اغسلهن يطيح منتن، بس هالمرة لا والله محموسة وحارة، وين الخلطة. بس هيك فركتهن، فرك يا عم الحاج. فركتهن هيك على السريع احسن، وانا ماشية ولا يبقن علي. هسه من اكمل اخلي العيون ارجع العيون مالاته. فركناهين شو نسوي؟ يا هسه كملينا ما بقى شي، خاف انكم ضجتوا ومليتوا، صار الفيديو كله مو هذا ريتو. بس غسل. هاي هنا كمليت ما بقى عندي شي. هاي ذاك اليوم الحملة سويناها على البيت، اليوم على الطباخ والثلاجة. ايش نسوي يوميا شوية. لا تنسونا حبايبي باللايك والاشتراك والتفعيل مال الجرس. ان شاء الله يا رب قناتي تكبر بيكم. هاي هنا أنا طبعا رح صفطت العيون على الطباخ، هاي راويتكم اياه هذا شلون صار، خليته يلمع. وهنا لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس يوصلكم ان شاء الله كل شي جديد. وتسلموا لي وشكرا على تعليقاتكم الحلوة، رب لا يحرمني من عندكم والله كلش صاير لي سنة وياكم، وعلى تعليقاتكم الحلوة. تسلموا لي يا ربي، الله لا يحرمنا من عندكم، وإن شاء الله تصير كلش عائلة كبيرة، عائلة بنونة. وألف ألف مع السلامة وباي باي.